برج الأسد الناري. برج الأسد، أقول لك إيه طيب، ولا أعيد لك إيه، ولا نعمل إيه؟ المشتري بيتراجع في بيتك ال 12 من يوم 11/11. الشمس موجودة في بيتك الرابع، عاملة زاوية فلكية قوية معاك. عطارد بينتقل إلى برج القوس إن شاء الله بإذن الله يوم 29، وده بيدي لك شوية هدوء وشوية راحة لأنه في بيتك الخامس، لكن بيتراجع يوم 9/11 وبعدين بيفضل متراجع لحد يوم 29/11. اورانوس عامل ضغط لانه في الجوزاء يتراجع للطور. انا مش عارفه اقول لك ايه، انت التوليفه دي كلها بتقول لك ايه يا برج الاسد؟ بتقول لك اهدى، بتقول لك حاول ان انت ما تنفعلش، بتقول لك حاول ان انت تكون عينيك في وسط راسك مع اللي حواليك، حاول ان انت تبقى مركز في كل حاجه، انت اصلا بتركز في التفاصيل، فحاول ان انت تكون اكثر دقه واكثر تركيزا. حب نفسك شوية أكتر يا برج الأسد. في حاجة أنت كنت بتعملها ممكن تنتهي الفترة اللي جاية، في حاجة أنت كنت بتدور عليها ممكن ما تكملش معاك الفترة القادمة. حاول أن أنت تكون أكثر إرضاء لمن حولك، لكن ارضي نفسك. عندك فرصة للسفر وفرصة للانتقال من مكان إلى مكان، ولكن طبعا لا أنصح بالسفر من تاريخ 9 ولا لحد يوم تقريبا 11، ولا من تاريخ 27 لغاية يوم 30/11 لا انصح، بسبب تراجعات عطارد اللي بتاثر على وسائل المواصلات. ممكن نسمع على فكره عن حاجات بتخص الطائرات، يعني ممكن نسمع عن اعطال في مطارات، اعطال في قطورات، في قطارات، قطر يعني يتعطل. ممكن نسمع عن حاجات زي كده، ممكن نسمع عن حادث لقطار او حادث لسياره، او في حاجه حادث لطائره، في حاجه هتحصل الفتره اللي جايه هتذبذبنا كلنا وهتخلي برج الاسد نفسه يرجع تاني يبص حواليه كويس. برج الاسد، انت الفتره اللي جايه ممكن يكون في ازمه ماديه، او اكثر حاجه بتشغل تفكيرك هي امورك الماديه، عندك مصروفات زايده عن الحد. حاول ان انت تقنن مصاريفك، وحاول ان انت تكون يعني اكثر، اقولها لك ازاي، مش عارفه اقولها لك، حكمه اكثر حكمه في المصروفات الخاصه بيك. امورك الصحيه ممكن تكون على احسن ما يرام، لكن ممكن تتعرض لحاجه بسيطه جدا جدا تكون مثلا مده يومين او ثلاثه، من اول يوم 22 لحد يوم 22/11 طبعا. من 22/10 ل 22/11 هي دي الفتره اللي انا بقول لك احذر فيها. ممكن فتره التراجعات دي كمان تاثر عليك شويه. ما تنسوش ان احنا بنتاثر بكل حاجه بتحصل حوالينا، البني ادم عاده بيتاثر. فبرج الاسد التوليفه الكوكبيه دي كلها مش واقفه في صالحك، او مش واقفه في مكان تبعك، او مش واقفه في مكان يقدر يديلك الدعم. مريخ القوس جاي في بيتك الخامس، بيت تحقيق الامنيات. كل ما تيجي توصل للامنيه بتاعتك تحس انها بتنفجر حواليك، ما بتحصلش، يعني بتتلاشى زي ما بنقولها كده سبانشت، يعني حاجه بتتلاشى من حواليك، حاجه مش بتبقى موجوده، بتختفي. لكن في حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله، وهي امور السفر الخاصه بيك. ممكن كمان تكون بدايات كويسه بالنسبه لك، انت بتبتدي تفكر في فكره مشروع جديد، او بتبتدي تفكر في فكره جديده تدر عليك الاموال وهتقدر توصل لها. ونصيحه ليك يا برج الاسد، حاول تشرع اليها من بعد يوم 22/11، لان الشمس هتكون انتقلت الى بيتك الخامس، بيت تحقيق الامنيات بالنسبه لك. عندك فرصه كويسه جدا يا برج الاسد الفتره القادمه للشهره، او لتحقيق شهره ما، او ان اسمك يتردد مع حاجات ايجابيه، او مع انجازاتك اللي انت بالفعل قمت بيها. برج الاسد الفتره اللي جايه انا مش قادره اقول لك تفائل، لكن قادره اقول لك ان انت ممكن تكون مستعد للتفاؤل. خليك على وضعك، امشي احسن في الفتره الحاليه بامور روتينيه، ما تاخدش اي بدايات جديده، ما تعملش اي احداث جديده، خليك هادئ، خليك مستني توصل لما تشاء، وان شاء الله باذن الله هتقدر تحققه وهتوصل له. نهايه هذا العام هتكون نهايه في صالحك انت، ممكن تقابل فيها نصفك الاخر، وممكن يحصل فيها استقرار مع شريك حياتك. وممكن كمان في شهر 12 يكون شهر خصب جدا بالنسبه للنساء، انهم يقدروا يكون في اطفال. اتمنى لكم السعاده واتمنى لكم الخير يا اصحاب برج الاسد. كان معاكم ساره فوده، خبيره الفلك والطاقه والتاروت. سلام.